الساعة 2:37 دقيقة بتوقيت ألمانيا. واحدة من الأكلات الشعبية اللي بيحبوها كثير من السودانيين، متوفر كثير في النيل الأبيض والبحر الأحمر، اللي هو الفسيخ السوداني. فطرنا من الفسيخ اللي بنعمله بالتونة، بس المرة دي جبنا الأوريجينال. هل أكلته قبل كده؟ ولو أكلته أكتب لنا آخر مرة أكلته 200. هنا أضفت عليه موية دافية عشان الفسيخ بتاعي يحل. طبعا هو الملوحة ولاد عمان، بس الملوحة ريحتها أقوى طبعا. غير كده ريحتها بتكون قاعدة 3 يوم في إيدك. وكنا الفسيخ عايزين ناكله بقراصة، عشان كده جهزت العجين. كان نص كيلو دقيق، ظرف بتاع خميرة فيه 7 جرام، رشة بتاعت ملح، كوبايتين كبار موية. دي طريقة عجن القراصة، لأنه لسه في واحدين بيسألوا من الوصفة بتتعمل كيف. هنا كنت مقطع 3 بصلة كبار، عندي ملعقتين كبار دقوة، ملعقتين كبار صلصة، ملعقة صغيرة بتاعت فلفل أسود، و2 فص بتاع توم. في حلة أضفت الزيت وأضفت البصلة. وكان يا مرتضى ده الغدا الفاتك، بنعوضك له يوم تاني. بعد ما البصلة بتاعتنا اتحمرت، طوالي ننزل بالفسيخ، أحركه، بعد كده أغطي الحلة بتاعتي أخليها تغلى تمام. بعد 10 دقايق أجي أضيف عليها باقي التفاصيل بتاعتي. ما بيحتاج بالتدريج، ممكن كلها أضيفها في مرة واحدة. خليت الحلة تغلو، وبعد ذاك أضفت عليها التوم. أضفت كمان الليمون، وبعد وطيت النار خليتها تستوي بطريقة هادئة. في الوقت ده كان العجين بتاع القراصة بتاعنا فار وبالصاج، عشان الموضوع يكون شنو أبو السريع. طبعا سمحت القراصة لما تكون تخينة كده ومنفخة. بعد كده نقلبها بالاتجاه التاني، نخليها كمان لغاية ما تستوي. وهنا خلاص كنا حنقدم الطبق بتاعنا. كانت غدوة ظابطة الصراحة، أقول لكم يلا تشاو بالله تشاو.